ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. والمرة دي موسمنا هو احتفال رأس السنة الجديدة وعيد الميلاد المجيد، وشارعنا أو شوارعنا هي ميدان القربة وشارع بغداد في منطقة مصر الجديدة أو هليوبوليس. القربة في فترة مواسم أعياد رأس السنة والميلاد أصبحت منطقة جذب بسبب زينة الموسم ده، لمرحلة إنها بقى بالفعل بقت بتنافس المولات والشيخ زايد والتجمع في آخر كام سنة. السنة دي خصوصا كانت المنطقة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام العديد من الشباب بتصوير الزينة ومشاركتها لتجذب أشخاص أكثر فأكثر. طب إيه حكاية الكريسماس ورأس السنة مع القربة؟ تقاليد زينة الكريسماس ورأس السنة في القربة بدأت سنة 2016 لما مؤسسة تراث هليوبوليس حولت مكان مهمل في ميدان القربة لمكان احتفالي. الميدان تزين بأول شجرة كريسماس ضخمة، وأضيف ليه كمان فانوس رمضان في شهر رمضان. في 2021 شركة كيان الاستثمار العقاري اللي قامت بترميم وإدارة عدد من المباني التراثية في هليوبوليس أطلقت مشروع تزيين شامل للمباني التابعة ليها، وهم كانوا عقارات 6 و8 و10 في شارع بغداد. الخطوة دي أضافت لمسة جمالية كبيرة وشجعت بقية المباني والمحلات في القربة وهليوبوليس إنها تشترك في الزينة والاحتفالات. مبنى رقم 6 كان نجم الكريسماس في المنطقة دي، لأنه اوريدي طبعا هو قدامه في مطاعم محلات حلويات زي ويدر، وهو نفسه في كافيهات. السنة دي كان في تصميم شجرة حلو معمول عليه، كان مهدى لروح الراحل أشرف شكري الله يرحمه، واحد من مؤسسي شركة الكيان، الشركة اللي هي لعبت دور كبير في توزيع فكرة تزيين المباني زي ما أنا قلت اللي بتديرها في القرى. مش محتاجة أقول إن الفكرة دي كانت عبقرية، لأن الشارع كان مليان ناس جايين يتفرجوا ويتصوروا عند المبنى، والمطاعم والكافيهات في عز الشتاء كانت مليانة على الآخر شباب وكمان ناس كبيرة انتعشت بالزباين. بصراحة مناطق كتيرة في القاهرة والجيزة وكمان مصر كلها، يعني مش بس المحافظتين دول، ممكن تستفيد من تجربة جمعية تراث هليوبوليس. هي مؤسسة مدنية أقامها سكان منطقة هليوبوليس للحفاظ على التراث المعماري والتاريخي لمنطقة هليوبوليس أو مصر الجديدة. تجربة جمعية تراث هليوبوليس في الكريسماس وفترة أعياد الميلاد والرأس السنة مش بس أحيت المنطقة، لكن كمان أثبتت أن المجتمع المدني والمحلي ممكن يكون له دور كبير جدا في تطوير المناطق وحمايتها وإحيائها لو أتيحت له الفرصة. احنا ممكن نعمل الموضوع ده في كذا حتة. المهم كل سنة وانتم طيبين وبخير، وبمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد الجديد، وإلى موسم جديد وشارع جديد إن شاء الله. وشكرا على حسن المتابعة، ولو عجبكم المحتوى شير ولايك وسبسكرايب. شكرا.